السلام عليكم، مرحبا بكم في بيت التغذية. معكم مختص تغذية إسلام. وبما أنه السردين راه رخيص، اليوم جيت نعلمكم كيفاش تخدموا هذا السردين المحفوظ في البيت. أول حاجة نحط ملعقة ونص تاع فلفل أحمر مطحون، تنشروه من عند العطار عادي، ملعقة واحدة تاع ملح، ثم نضع السردين كما موضح أمامكم في صحيفة الفيديو. هذا فيديو أجنبي، نوضعه بالطريقة التي أمامكم وراكم تشوفوا فيها كيفاش تفاتوا مليح مليح. نخيروا سردينات يكونوا متوسطين على حساب العلبة الزجاجية اللي أمامكم. ثم نجيب ورقة تاع إكليل الجبل روزماري وفص نتاع ثوم هكذا نحطهم هكذا، ونجيب ورقة تاع رند ورق الغار ونحطو كيما راهو أمامكم. شفتوا كيف راهم مستفاتوا هكذاك أمامكم. من بعد نروح نجيب زوج معالق نتاع الخل تاع الدار، الخل عادي اللي نخدمو في السلاطة وعادي، نديرو زوج معالق كيما راهم تشوفوا أمامكم. من بعد نكمل نعمر بزيت الزيتون حوالي 80 مليلتر على حسب العلبة الزجاجية، راكم كيما تحطوا أمامكم. ثم نغلقو، راكم تلاحظوا، ثم نغلقو جيدا زيرة مليح حتى يتبلع مليح هكذا. في الأخير نحصل على هذا الشكل الذي أمامكم. ثم نروح نجيب منشفة تكون كبيرة هكذا، تكون نقية كامل، ونضع عليه العلبة الزجاجية تكون محكمة الغلق، ونلفو كيما راه هكذا، كيما راكم تشوف كيما راني نلف فيه هكا. فوالا. من بعد نروح نجيب طنجرة تاع ضغط كيما نقولو كيكوطة، نحط فيه أيضا منشفة أخرى. من بعد نروح نجيب العلبة نتاعي كيما جهزتها في المنشفة ونحطه. من بعد نجيب الماء ونعمر الكيكوط ولا هذيك الطنجرة تاع الضغط حتى القريب تاع الغلاق تاع العلبة. لاحظوا أمامي في الفيديو حتى القريب للغلاق تاع العلبة. من بعد نغلقها، فوالا نغلقها دوك تشوفوا أمامكم كيف تغلقها، تحطها فوق النار هكذا عادي. ثم نغلقها، كي نغلقها نديرها حوالي 5 دقائق حتى الكيكوط تولي تصفر. كي تولي تصفر ثم ما نفتحش عليها ديريكتوم على بالكم حتى يروح الضغط تاعها، ونخرجها بشوي لأنه تكون ديك العلبة الزجاجية سخونة. ثم نفتحه، هاي والله هنا كي تفتح معناتها راه سالك لمدة 15 يوم. وإذا بغيت تحافظ عليه المدة حتى 12 شهر ما تفتحهاش، إلفو تفتحها كيما فتحتها دركا تستهلكو في مدة 15 يوم. هذه الوصفة مجربة، ومادام راه السردين رخيص حاولوا تستغلوا هذه الفرصة. السردين راح يكون أفضل بهذه الطريقة بدون حوافظ، ويشد حتى 12 شهر، لأنه استخدمنا حاجة يسموها التعقيم الحراري. هذه كي نطيبو في ذاك النار تعقم منا المنتج كما يديروا في العلب تاع الطون ولا العلب تاع السردين، هكا يعقموهم حراريا. كما قلت تشد 12 شهر بلا ما تفتحها، غير تفتحها تشد لك 15 يوم. جربوا هذه الوصفة في البيت وردوا لي الخبر. هكا كي تفتحها وتدي منها راهي تشد 15 يوم كما قلت. ما فتحتاش تدسها في مكان سواء في فريجيدان سواء في مكان ما يمشوش ضوء الشمس، وتشد لك بإذن الله المدة تاع 12 شهر. استغلوا الفرصة تاع السردين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.